عرفتي لو كانت العلاقات العاطفية بطولة كأس العالم، شحال من واحد فينا غادي يرفع الكأس؟ الجواب اللي غادي يصدمك أن الأغلبية الساحقة ما غاديش توصل حتى لربع النهائي، وكتر من داك الشي كاين اللي غادي يخرج من أول مباراة، وكاين اللي غادي يخرج بسبب خطأ تافه، وكاين اللي غادي يقصي راسو براسو. المشكلة ماشي حيت الناس ما كيبغيوش بعضياتهم، المشكلة أن بزاف ديال الناس داخلين العلاقة بحال شي فريق داخل كأس العالم بلا مدرب بلا خطة وبلا تدريب. وهذا الشي هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم، علاش أغلب العلاقات كتفشل وعلاش القليل فقط اللي كيوصل. التسجيل راه ماشي هو الفوز. في كأس العالم أي فريق يقدر يتأهل، لكن التأهل ما كيعنيش أنك غادي تربح البطولة. ونفس الشيء في العلاقات، كتلقى شاب تعرف على بنت أو بنت تعرفات على شاب، كاين إعجاب، كاين انجذاب، كاين حماس بيناتهم، وكيظنوا أن أصعب مرحلة صافي دوزوها، ولكن في الحقيقة راه أصعب مرحلة مازال ما بداتش أصلا. سمعوني، راه أصعب مرحلة مازال ما بداتش أصلا، حيث البداية سهلة أما الاستمرار هو اللي صعيب. الناس كتخلط بين الحب والانبهار، وهذا واحد من الأسباب اللي كتخلي العلاقة تسالي. في أول الشهور كلشي كيبان زوين، الضحك زوين، الهضرة زوينة، حتى العيوب كتبان خفيفة ظريفة وكتقدر تغمض عليها عينيك. ولكن من بعد مدة كيولي العقل كيشوف الواقع، وكيولي الإنسان كيشوف الشخصية الحقيقية للطرف الآخر اللي هو الشريك ديالو. هنا كتوقع الصدمة، والإنسان كيبدا يتساءل كيقول ماشي هو هذا اللي عرفته، والاخر كيقول لك ناري تبدلات عليا. لكن الحقيقة راه حتى واحد ما تبدل، راه الانسان باقي هو هو، غير الانبهار سالا. واول سبب للاقصاء عرفتي شنو هو؟ هو التوقعات الخيالية المرتفعة جدا. على داكشي عمرك ما ترفع سقف التوقعات. بزاف ديال الناس داخلين العلاقة وعندهم فيلم كامل في راسهم، كيحسبوهم غادي يعيشوا فيلم تركي أو فيلم مكسيكي، باغيين شريكة مثالية أو النساء باغية شريك مثالي. الإنسان ما كيغلطش، ما كيتعصبش، ما كيبدلش رأيه، كيبقى نفس الشخص دائما. ولكن كينساو أنهم مزوجين إنسان، ومن صفات الإنسان أنه يخطئ، لأن البشر ماشي روبوهات. أي إنسان راه عنده عيوب، وأي إنسان غادي يخيب ظنك شي نهار. إلا كنتي باغي علاقة بلا عيوب فأنت باغي حاجة ما كيناش. خاصك تعرف بأن التواصل مهم جدا في العلاقة، وهي المهارة اللي ناقصة عند الجميع تقريبا. تخيل فريق كأس العالم واللاعبين ما كيهضروش مع بعضياتهم، ما كاينش تواصل، شنو غادي يوقع؟ غادي توقع الفوضى. وهذا هو اللي كيوقع في العلاقات. منين كيوقع خلاف بسيط، واحد كيسكت، وواحد كيخبع الغضب ديالو، وكل واحد كيتسنى الآخر يفهمه بلا ما يهضر. ومن اللي كتراكم المشاكل ونقطة مر نقطة كيعمر الكاس، وكتنفجر العلاقة كاملة. المشكل ما عمره كان في المشكلة نفسها، المشكل كان دائما في الطريقة نتاع التعامل ديالنا مع داك المشاكل. بعض الناس كيبغيو في العلاقة يكون عندهم ماشي شريك، يكون عندهم منقذ. هاد النقطة هادي خطيرة جدا. كاين اللي داخل العلاقة باش يهرب من الوحدة، وكاين اللي داخل باش يعوض نقص الثقة في النفس، وكاين اللي داخل باش يلقى شي حد ينقذه من حياته. ولكن العلاقة راه ماشي مستشفى نفسي، ماشي الدور ديال الشريك ديالك او الطرف الاخر يصلح كل الجروح ديالك. الا ما كنتيش مرتاح مع نفسك بوحدك، غالبا ما غاديش ترتاح مع اي شخص اخر وفي اي مكان كان في العالم. عرفتي شكون هي المباراة اللي كتقصي اغلب الناس؟ هي الخلافات. اي علاقة مهما كانت غادي يكون فيها خلافات، وهذا الشي حاجة طبيعية. عرفتي المشكل فين كاين؟ المشكل ان الناس كيشوفوا الخلاف كعلامة على ان الحب سالة، وهذا الشي الجواب ديالو خاصو يكون لا. لان الخلاف ماشي هو الخطر،
الخطر هو الإهانة، الخطر هو الاحتقار، الخطر هو العناد، عدم الاحترام، وهو أن كل واحد يبغي يربح النقاش عوض ما يحل المشكلة. عرفتي البطاقة الحمراء في العلاقات شنو هي؟ هي الغيرة المفرطة. كتلقى بعض الناس كيحسبوا الغيرة دليل على الحب، لكن كاين فرق كبير بين الحب والمراقبة، وبين الاهتمام والسيطرة. إلا وليتي كتفتش في كل حاجة وكتشك في كل كلمة وكتراقب كل حركة، راه العلاقة ولات سجن. هذا راه ما بقاش حب، هذا الشي راه كيخصك تمشي تقلب ليه على حل. خبرك بأن الجمهور ما كيشوفش الحقيقة. مواقع التواصل الاجتماعي دارت واحد الشيء خايب، هي أن الناس ولات كتقارن علاقاتها بعلاقات ما كيناش أصلا. فقط كيشوفوا الصور، كيشوفوا شوية السفر، الهدايا، وكيظنوا أن الآخرين عايشين قصص مثالية. لكن الحقيقة حتى أكثر العلاقات اللي كتبان مثالية عندها مشاكلها الخاصة. هذه غنعاودها لأنها مهمة. أكثر العلاقات اللي كتبان لكم مثالية راه عندها المشاكل ديالها. خاصنا نعرفوا أيضا الفرق بين العلاقة الناجحة والعلاقة الفاشلة. عرفتي العلاقة الفاشلة كتكون كتسول شنو غادي ناخد، أما العلاقة الناجحة كتسول شنو نقدر نعطي. العلاقة الفاشلة كتقلب على الكمال، أما الناجحة كتتعلم التعايش مع النقص. العلاقة الفاشلة كتستسلم بسرعة، أما الناجحة كتخدم على نفسها، وكيكونوا الطرفين كيحاولوا دائما يحسنوا باش يوصلوا لعلاقة جميلة جدا. وباش توصل للنهائي، العلاقات اللي كتستمر سنوات ماشي لأنها لقات الأشخاص المثاليين أو لزوجين مثاليين، ولكن لأنها لقات شخص مستعد يخدم على العلاقة، كيعتذر من اللي كيغلط، كيسمع قبل ما كيحكم، كيحترم حتى من اللي كيختلف، وكيتفهم، وكيعرف أن الحب ماشي إحساس فقط، الحب قرار يتخذ كل نهار. اسمع هذه زوينة، الحب قرار يتخذ كل نهار. وفي النهاية، إذا كانت العلاقات كأس العالم، راه بزاف ديال الناس غادي يخرجوا من الدور الأول، ماشي لأن الحب قليل، ولكن لأن النضج قليل، وماشي لأن الشريك المناسب ما كاينش، ولكن لأن بزاف ديال الناس كيقلبوا على الشخص المناسب قبل ما يحاولوا يكونوا هما الأشخاص المناسبين. وفي الأخير، العلاقة الناجحة هي اللي ما فيهاش مشاكل، إلا العلاقة الناجحة هي اللي فيها جوج الناس قرروا يبقاو فريق واحد حتى ملي كتكون النتيجة ضدهم. شاركوني في التعليقات الرأي ديالكم.